يوم 14 يوليو سنة 1911 يا صديقي تحصل حادثة غريبة جدا في إيطاليا بعد ما قررت أحد الشركات الإيطالية الخاصة بالإطارات واللي اسمها زانيتي إن هي تعلن عن رحلة هتنظمها بالقطر الجديد اللي أنتجته أو صنعته. الرحلة دي هتكون من مدينة روما لمدينة ميلان وبتمر بنفق لومبارد أو النفق اللي موجود في جبل لومبارد بمعنى أصح، واللي مساحته بتكون كيلو متر مربع. لحد اللحظة دي مفيش أي مشكلة، إيه يعني شركة جديدة في بداية الثورة الصناعية تعلن عن القطر بتاعها بشكل مختلف وبتعلن عن رحلة خاصة بالأثرياء والنبلاء فقط، زي حاجة كده مشابهة لفكرة التايتانيك، إن هي رحلة أسطورية لمرة واحدة وانتهت القصة. وطبعا بتروج لده من خلال الأثرياء والنبلاء، لأن هم طبعا إحنا عارفين إن هم بيعتبروا إن هم دول اللي عندهم القدرة بس إن هم يروحوا النوع ده من الرحلات. ولكن يا أخي سبحان الله، دايما تلاقي الرحلات اللي بيبقى فيها حاجة من النوع ده بتنتهي بحاجة غريبة ومريبة وأحيانا مروعة. المهم ان لو انت ما شفتش الملاحظة اللي انا كتبتها في اول الفيديو روح شوفها وبعدين ارجع، عشان لو انت ما بتحبش النوع ده من القصص ما بقاش انا بضيع في وقتك والاقي كومنت لذيذ كاتب لي تحت ضيعت لي في وقتي. مش لا يا عم، وقتك غالي عندي جدا وما بحبش ان انا اضيعه لك، ولا كمان احب اضيع في وقتي واقرا كومنت ممكن يكون مش مناسب. قبل ما نبدأ الحلقة، كل عام وانتم بخير ويا رب عيد أضحى سعيد عليكم وعلينا جميعا وعلى كل المسلمين في أنحاء العالم. أسأل الله وبتمنى ان انتم كمان تدعوا معايا في الأيام المفترجة دي ان الله يرفع عن المسلمين في فلسطين والسودان وكل مكان البلاء اللي هم بيتعرضوا له وينصرهم نصر كبير جدا، وإن شاء الله بإذن الله يرجعوا بلادهم أحسن مما كانت. بعد الانترو نشوف قصة قطار الأشباح أو القطار اللي دخل النفق وما خرجش منه، أو حب تسميها زي ما انت عايز، لان الحلقه دي ممكن تكون شفتها قبل كده من يوتيوبر ناس كتير يتكلموا عنها. بس اوعدك يا صديقي ان في اخر الحلقه انا هقول لك الحقيقه بتاعه القصه دي. كمل الفيديو للنهايه عشان تعرف ايه هي الحاجه الحقيقيه في قصتنا. زي ما قلت لك يا صديقي، الرحلة دي كانت مخصصة للأثرياء والنبلاء وبس، وبمجرد ما بدأت الرحلة اللي كانت مكونة من 106 شخص بس، 100 شخص من الركاب وستة من طاقم القطر. بدأت الرحلة عادي جدا، الناس كانوا مبسوطين ومستمتعين بالمناظر الرايقة والخلابة اللي موجودة على جوانب الطريق وهم ماشيين بالقطر، في حاجة تعتبر بالنسبة لهم حاجة جديدة جدا. وأول ما قرب القطر من النفق توقع الناس إن اللي هم هيستخرجوه في النفق دقيقة دقيقتين بالكتير قوي. القطر بيبقى كده كده ماشي بسرعة وسكته بتكون ممهدة، ولكن عدت دقيقة عدت دقيقتين ساعة ساعتين الناس ما خرجتش من الناحية التانية. وبعد شوية تيجي الشرطة عشان تشوف القصة فيها ايه، عشان تكتشف أول صدمة وحاجة غريبة جدا في القصة دي، هما إن هما يلاقوا إن مفيش أي أثر للقطر داخل النفق، وكل النظريات اللي ممكن أنت تتوقعها ما تنفعش تتطبق على الموضوع ده. لو فرضنا إن النفق في حاجة خلت القطر يتخبط أو يخرج عن مساره، فكان هيخبط يا يمين يا شمال، يا إما كان هيطلع من الناحية التانية وهو مقلوب مثلا، كان هيبان منه، كان هيبقى فيه صوت اصطدام. كل ده ما حصلش. لما دخلوا ملقوش أي حاجة موجودة في النفق، لا حديد من القطر ولا بقايا من القطر ولا بشر غير اتنين بس وهنروح لقصتهم بعد شوية. ولا حتى لو افترضنا نظرية ان الارض اتشقت وبلعتهم، حتى مفيش حاجة في الارض مشقوقة تبان ان القطر دخل منها ووقع في الجانب التاني، مع ان اللي انا بقوله ده يبان ان هو جنوني يعني الى حد ما، ولكن حتى النظرية الجنونية دي ما ينفعش نفترضها، عشان زي ما قلت لك تلاقي الشرطة اتنين بس من اللي كانوا راكبين في القطر على جانب من جوانب النفق، وتاخدهم وهم في حالة صدمة ومرعوبين بشكل كبير جدا، وتروح علشان تحقق معاهم بعد ما يفوقوا ويخرجوا من الحالة اللي هم فيها، عشان يفهموا بس ايه اللي ممكن يكون حصل. وده طبعا كان بالنسبة لهم امل ان خلاص هم هيقدروا يحلوا اللغز بتاع القطر ده. ولكن تحصل حاجة غريبة جدا، وبمجرد يا صديقي ما بدأت الشرطة ان هي تحقق مع الاتنين دول ابتدوا يحكوا اللي حصل، وكان اللي حكوه اكتر غرابه من اللي ممكن تكون الشرطه لقيته جوه النفق. لما قالوا ان بمجرد ما هم دخلوا النفق ابتدت تصدر اصوات غريبه هم مش فاهمين هي مصدرها ايه، وبعدين ظهر فجاه ضباب ابيض لونه كثيف ابتدى يتحول لماده لزجه بتلزق في جسم القطر، وان هم كانوا اقرب اتنين لمكان مفتوح او لنافذه مفتوحه بمعنى اصح قدروا ينطوا منها، ولكن باقي الركاب ما كانش بيسعفهم الوقت عشان يعملوا كده، عشان بعد كده بعد ما نطوا يلاقوا القطر بيختفي جوه الضباب ده وما بيظهرش مره تانية، ويصيبهم الذعر والرعب بشكل كبير جدا. ولكن بعد كذا سنة من الحادثة دي يا صديقي، ورغم إن هي ما اتحلتش لوقت كبير، تيجي الحرب العالمية وتنزل قنبلة على النفق ده تدمره بالكامل عشان تقضي على أي أمل بإن ممكن يتعرف القطر ده راح فين. الأغرب من كده هو إن سنة 1955 بدأ القطر
يظهر في اكتر من منطقة من العالم ويختفي بشكل كبير كبير جدا، زي المنطقة اللي ظهر فيها وهي قرية ريفية في اوكرانيا اسمها زافاليتشي. القرية دي هو ظهر فيها واختفى بسرعة، وظهر برضو في رومانيا والمانيا والهند. كل المشاهدات بتاعت الناس اللي شافوا القطر في الاماكن دي قالوا ان هو ظهر واختفى موضوع القطر ده يا صديقي في ناس كتير جدا فسرته، وكل مجموعه تقدر تقول ان هي فسرته على هواها. منهم اللي قال ان ده قطر للاشباح، منهم اللي قال انه دخل في فجوه زمنيه، منهم اللي قال كذا، منهم اللي قال كذا. كلها حاجات مش منطقيه. ولكن عموما انا وعدتك ان انا في نهايه الفيديو هقول لك الحقيقه بتاعه القصه دي. في حقيقه القصه دي يا صديقي، بعد ما الواحد يعني دور وبحث وقرا وسمع فيديوهات كتير، اكتشفت ان منطقيا وتاريخيا مفيش حاجه اسمها اختفاء قطار زانيتي. عشان كده انا في الاول خالص لو انت شفت ولسه مكمل معايا لحد اللحظه دي، انا قلت لك ان هي قصه خياليه بشكل كبير جدا. ليه بقول لك قصه خياليه وايه اللي انا بستند عليه؟ اول حاجه يا صديقي، في ايطاليا مفيش اي شركه اسمها زانيتي خاصه بالاطارات او حتى المركبات الحديديه. الشركة الوحيدة اللي اسمها زانيتي موجودة في إيطاليا دي شركة مشهورة جدا، ولكنها بتنتج الأجبان. أيوة زي ما أنت سمعت كده، بتنتج الأجبان. والشخص اللي مشهور في إيطاليا بأن اسمه زانيتي هو واحد بيطلق عليه ملك القهوة، لأنه عنده براند أو علامة تجارية خاصة بالقهوة مشهور هو بيها. ده بالنسبة لاسم الشركة. أما بالنسبة للسجلات، فالسجلات والأسامي اللي اتذكرت في القصة دي، معظم الأسامي اللي اتذكرت فيها مفيش، الأسامي دي مش لأشخاص مش موجودين أصلا في الحقب الزمنية الخاصة بالقطر، سواء في 1911 أو 1955. كل دول مش مذكورين. هتقولي طب ايه اللي ممكن يكون خلى في حاجة زي دي تحصل، وليه القصة الخيالية دي اتقالت واتذكرت من الإيطاليين؟ بص يا صديقي، انا معرفش بصراحه هم ممكن يكونوا عملوا كده ليه، ولكن اعتقادي الشخصي، وده مش مبني على حاجه انا قريتها، انا بتكلم هنا على فهم انا عشان اكون بنسب الامور لاصحابها الحقيقيين. هو اعتقاد بان ممكن يكونوا هم كانوا عايزين يروجوا للسياحه من ميلان او من روما لميلان، ومرورا بالمناطق اللي هي فيها، فبالتالي هيكون بيعدوا على الجبل اللي فيه النفق او جبل لومباردي زي ما بنقول، فبالتالي هم بيروجوا للسياحه دي في ايطاليا. او كان ممكن يكون الشركات الايطاليه وقتها عايزه تروج لفكره القطارات او الاطارات بشكل في ان هم يجذبوا الانتباه. إن الناس مش تقرا عن القطوره وعلى الكلام ده، وفي الوقت ده ما كانش فيه سوشيال ميديا، فممكن الناس ما كانتش تهتم. ولكن ممكن يكونوا كانوا عايزين يشدوا الناس لفكره ان هم يقروا اكتر عن فكره الاطارات، وان ازاي هم يعني الحاجه الجديده اللي بيتم اختراعها في بدايه الثوره الصناعيه دي، ازاي هم يستفيدوا من ان هم يروجوا لها وان الناس تبتدي تتجه ليها. ده اعتقادي لان هم اخترعوا القصه دي. لو وصلت للحظه دي من الفيديو، ما تتضايقش مني ان انا حكيت لك قصه خياليه، لان من البدايه ما قلتش ان هي حقيقيه بربع جنيه، بس انا قلت لك ان احنا هنحكي القصه وهنشوف هي فيها ايه، علشان يعني نعرف هل هي حقيقية ولا خيالية. بس زي ما قلت لك، أنا لما قرأت القصة وسمعت فيديوهات كتير عنها، لقيت إن لا، هي ما تنفعش تبقى قصة حقيقية، مش منطقية. لأن أوقات كتير يعني ممكن نكون سمعنا عن قصص كمان ليها علاقة بالسفر عبر الزمن، ولكن ما فيش ولا قصة منهم ثبت ولو بدليل واحد ولو بربع دليل إن ليها مصداقية أو حقيقية. مش حد بيسافر عبر الزمن يا صديقي، اللي عاش في الماضي عاش وانتهى، واللي لسه في المستقبل ده غيب ما نعرفوش. احنا عايشين في الحاضر، مفيش حد بيسافر لا للماضي ولا حد بيجي من المستقبل. فاستمتع بالعيد واستمتع بالحلقة، واكتب لي رأيك في الكومنتات. اتمنى ان انا اكون عملت حاجة عجبتكم. سلام.